فقرتكم اللي انتوا بتحبوها حصري مع شوبير. طبعا النادي الاهلي عنده كلام كتير خلال الفترة القادمة. شفت صورة خالد عبد الفتاح. الاهلي لسه ما فعلش بند الشراء، لكن المعلومة اللي عندي ان الراجل حبه، والمعلومة الأكتر أنه عمر كمال عبد الواحد ابتعد كثيرا عن الانضمام للنادي الأهلي. فتفعيل عقد خالد عبد الفتاح أعتقد ما هي إلا مسألة وقت. حسام حسن المهاجم المعار إلى سموحة يبدو أنه سيستمر مع سموحة، لأنه هو شايف يعني نفسه أحسن، أداؤه أحسن، يعني بشكل جيد مع نادي سموحه، غير العلاقه الجيده اللي بتجمع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. الامر هيتضح بعد قليل، لكنه خالد عبد الفتاح اصبح قريبا جدا من النادي الاهلي. بالنسبه لرامي ربيعه برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين، الاهلي منتظر قرار نهائي من مارسيل كولر. كولر على فكره مقتنع جدا برامي ربيعه، وكولر عايز رامي ربيعه في الفرقه، لكن لسه بقى موضوع الماده، انه الارقام بقت عاليه جدا جدا. والنادي الاهلي محتاج كمان لعيب في هذا المركز. يعني انت عندك عبد المنعم وعندك هاني، عندك ياسر وعندك متولي، لكن كثره المباريات فبتخلي بقى محتاج حد تاني. في البعض بيقول ان محمد مغربي المعار الى سموحه قد يعود من جديد، لكن رامي من اللعيبه اللي يعني الراجل مقتنع بيهم وعايزهم معاه في الفرقه، لكن هو الموضوع التفاوض المادي. بالمناسبه كنت قلت لكم امبارح انه الاهلي ومحمد رضا بوبو، وان الاهلي شغال في مفاوضات مع نادي فيوتشر. المفاوضات لم تحسم لسه، الهوة ما زالت بعيده شويه بين ادارتا الناديين في موضوع المقابل المادي، وهذا حق لفيوتشر انه يسعر اللعيب بتاعه، وحق للنادي الاهلي انه يتفاوض في المبلغ المادي. قلت لكم انه في لعيب النادي الاهلي بيفاوضه، مش هقول اسمه يعني، لكن هو لعيب في المنتخب ولعيب جيد ولعيب ناجح ولعيب من اكتشافات فيتوريا يعني. فده برضو النادي الاهلي بدأ يفتح كلام مع ادارة النادي، ولسه اللعيب لحد دلوقتي ما عندوش فكرة قوي يعني. وفي لعيب ثالث كمان محطوط كستاند باي للاثنين يعني. فالنادي الاهلي فاتح في اكتر من اتجاه في هذا الامر. بمناسبه الكلام على هذا الموضوع يعني ارجع تاني لموضوع حمدي فتحي، لانه ما علمته انه كولر كان متمسكا لاقصى درجه بحمدي فتحي. انا بقول لحضرتك معلومه، وكولر ابلغ الاداره انه محتاج حمدي فتحي، والاداره اتكلموا مع حمدي، لكنه حمدي قال انه الفرصه دي لن تتكرر بالنسبه لي، وانه العرض عرض جيد جدا، وانه خلاص هو بيقترب من 30 سنه، وبالتالي بيطلب من اداره النادي الاهلي السماح له بالاحتراف، وعنده تصميم ولكن باحترام شديد جدا جدا يعني. فاداره النادي الاهلي بتتكلم مع الراجل انه اللعيب مصمم على الرحيل، وان احنا بندور على حد يكون بديل لحمدي فتحي بشكل جيد. في النهايه الراجل يعني ايه اللي هو ايه موافقه على مضض، لكن طلب من النادي المحاوله مره اخرى في ابقاء حمدي فتحي للنادي، لانه هو بالنسبه له ورقه تكتيكيه هامه جدا جدا. الخوف اللي موجود داخل النادي الاهلي دلوقتي يا جماعه هو انه بنسمع مثلا انه محمد عبد المنعم عنده عرض من نادي الهلال السعودي، بنسمع مثلا ان حسين الشحات عنده عرض من احد الانديه السعوديه، وده الكلام اللي بيتردد بقوه. انه محمد الشناوي عنده عرض من احد الانديه السعوديه. يعني ده كلام، خلي بالك حضرتك اللي بقول لكم ده في اطار الكلام، لكنه المفاجاه اللي هقولها لكم ان اللي جالهم عروض 3. خد مني مفاجاه يعني. الاول هو حمدي فتحي، الثاني والثالث مفاجاه بالنسبه لكم، وكانت عروض خليجيه وبالتحديد من قطر. الثاني والثالث مين بقى؟ لا 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 برضه لا. امال مين؟ كريم الدبيس ورأفت خليل. نعم، كريم الدبيس ورأفت خليل، دول جالهم عروض من أندية دوري ممتاز في قطر
لكن المقابل المادي كان قليل جدا، وبالتالي النادي الاهلي رفض فكره المناقشه اصلا، لانه الرقم لم يكن يتعدى او بلاش اقول الارقام يعني، بس مش الرقم اللي فيه يعني مخيله النادي الاهلي، لانه الاثنين دول لعيبه جيدين جدا جدا جدا، خاصه ان كريم دبيس باك ليفت كويس قوي. يعني احنا دايما بنتكلم على باك ليفت بديل لعلي معلول، الولد ده لعيب كويس. الظروف بس ما ادتلوش انه يلعب كتير هذا الموسم يعني، لكنه لعيب جيد. ورأفت خليل مهاجم انا مسميه اللص الشريف الحرامي الجميل اللي بيسرق الاهداف. نتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله.